تأجل الملف ديال رضا ولد الشنويه رفقة فاطمه بنت عباس المعروفه بالشوافه بسبب تأجيل. مشاهدينا الكرام يعني هو باش ولد الشنويه ما عندوش محامي. سول القاضي قال له عندك محامي؟ قال لي ما عنديش محامي، لان المحامون خداو منه موقف حتى واحد ما بغاش ينوب عليه، لان هذا ولد الشنويه هذا كما كتعرفوا مشاهدينا الكرام يعني كان عاير يعني او لا سب المحامون بهذا المعنى هذا. مشاهدينا الكرام غادي نحاولوا ناخذوا صافي الدراري قادوا شي ميكروات ديالكم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نهنئ هذا الجمع المبارك ديال الصحافه الذي يتميز بطبيعه الحال بنقل بالامانه بكل مصداقيه، ونحن منبرنا كدفاع. اليوم انا عندي واحد جوج المطالب بالحق المدني كنوب عليهم، المدعو ايوب حسكه واحد، والمدعو الثاني المطالبه بالحق المدني الثانيه اللي هي هدى امزيوان. هادو مشتكين سبق عليهم انهم وقعوا او داروا واحد الشكايه بهذا المدعو الشنويه. المساله الثانيه وهو اهم من هذا الشيء كامل هو ان الملف لا زال معروضا على القضاء، وعندما يكون الملف معروضا على القضاء فلا حق للدفاع في ان يناقش مقتضياته امام الصحافه. وبالتالي احنا اليوم جينا فقط لتاخير الملف ريثما نتمكنوا باش ناديو الرسم الجزافي ديال المطالب المدنيه، ومن بعد نتمكنوا اننا نوضعوا المذكره ديال المطالب المدنيه اللي فيها التعويض بطبيعه الحال الذي لحق مؤازري او منوبي في هذا الملف. اذا اللي نقدر نقول لكم اليوم كصحافه هو اننا اخرنا الملف لجلسه الجمعه مع 12:30 زوالا. غادي نشوفوا القضاء بطبيعه الحال شنو غيقول لنا بناء على طلب احد المحامون، ولا ما غاديش نديرو ولا ما غاديش نزيدو، غادي نجهزوا الملف. هذا من جهه. من جهه اخيره وهو ان القضاء اؤكد انه لا زال في ذمته هذا الملف، وانه لا من حق اي احد كان سواء محامي او الى اخره ان يتقمص دور القضاء، لان القضاء هو الفيصل في هذا الملف. واؤكد على المسألة الاخيره وهي اللي هي مهمه، وان ولد الشنويه الان مازال ما عندوش المحامي اللي غينوب عليه. هذه هي المساله ربما اللي كينتظر فيها الصحافه. اكيد استاذ. واكيد ان مهنه الدفاع تترفع عن كل ما قيل فيها، لا تترفع مهنه الدفاع. لا ما غاديش نجيو نبقاو نحاسبوا. والسيد النقيب راه على الخط وعارف في الملف شو واقع، وهذه السيد النقيب له كامل الصلاحيه في ان ينيب اي محامي. لذلك فهو تشبت في حقه في الدفاع، ولد الشنويه تشبت في حقه في الدفاع، وخذا اجال كذلك حتى هو باش يدير المحامي ديالو. اذا هذا حقه. الملف المحكمه اخرته لهذا السبب، ولغايه ثانيه هي المطالبين بالحق المدني باش يتمكنوا من الوضع ديال استاذ بانه كمحامي ما بغى ازرق. شوف انا غادي نقول لك واحد المساله، انا نقول لك واحد المساله. ان هذه المساله ديال حتى شي محامي ما يازرو، انا اتحدى الجميع في هذه المساله هذه، لان الهيئه ديالنا حنا لا زالت في التحقيق على ذمه ذاك الفيديو واش فعلا كانوا كيدويو على المحامون ديال المغرب، وللاشاره ان المحامون ديال مصر وديال الامارات وديال جزء لا يتجزا منا حنايا في الدار البيضاء باش تكون عارف. واشير الى مقتضى الاخير هو ان السيد النقيب يترفع عن كامل هذه الممارسات. الا عنده حقه في الدفاع وغنجيو الازر ولا غنجيو الازر. عندكم موقف استاذ في هذا الخصوص هذا؟ لا انا ما عنديش موقف،